في ناس بتتمنى انها ترجع بالوقت علشان ما تعملش اخطاء كتيره بطأت من وصولهم للهدف اللي هم عايزينه في اسرع وقت. وعلشان ما تكونش زي الناس دي، اتفرج على الفيديو ده وانا هعرفك على اكبر 5 اخطاء كنت بتمنى اني اعرفها قبل ما ابدا تمرين، هتخليك توصل لهدفك في احسن شكل واسرع وقت. خليكم معانا. اول حاجه كنت بتمنى اني اعرفها هي اهميه الكومباوند موفمنت زي الشولدر بريس والسكوات والبول اب والديد ليفت. التمارين دي من افضل التمارين اللي ممكن تستخدمها لو انت عايز تزود من الحجم العضلي بتاعك، وهي اسمها كومباوند علشان هي بتشتغل على اكتر من عضله واكتر من مفصل في التمرين الواحد، وكمان هتساعدك انك تحرق سعرات حراريه بشكل اكبر وهتحسن من حركه المفاصل بتاعتك. فانصحك انك تدخل الكومباوند اكسرسايز في التمرين بتاعك وما تعتمدش على الايسوليشن موفمنت زي مثلا تمرين البايسبس كيرل. التمرين ده بيشتغل على مفصل واحد هو مفصل الكوع وعضله واحده بس وهي عضله البايسبس. التمارين دي مهمه برضو لو انت عايز تركز على عضله معينه، بس الكومباوند اكسرسايز تمارين اساسيه ما ينفعش تستغنى عنها في التمرين بتاعك. تاني حاجه عايزك تعرفها هي انك ازاي تعمل مايند ماسل كونكشن وانت بتلعب، وده عباره عن انك بتعمل اتصال بين مخك وبين العضله اللي انت شغال عليها، يعني بتحس بيها في كل انقباض وانبساط عضلي في كل تكرار وفي كل مجموعه. بس معظم الناس بتبقى مهتمه بالوزن اللي هم شايلينه، فبيشيلوا وزن تقيل مش بيخليهم يركزوا على العضله اللي هم بيشتغلوا عليها. فنصيحتي ليك انك تخفف الوزن اللي انت بتلعب بيه وتعمل المدى الحركي الكامل للتمرين علشان تعرف تعمل الكونكشن ده. مع اني عارف ان معظم الناس بتحس انهم بيتكسفوا انهم يشيلوا وزن خفيف، بس علشان خاطري شيل وزن خفيف تعرف تلعب بيه التمرين لغايه لما تبقى متمكن منه، وبعد كده تبتدي تزود الاوزان بالتدريج. تالت نقطه مش عايزك تقع فيها هي انك تركز على التمرين وتهمل الدايت اللي انت ماشي عليه. انا اول ما بدات تمرين كنت بتمرن في الجيم، وكنت بعد كده بروح اتمرن باسكت، وكنت بخلص كل ده بروح اشرب عصير قصب. كنت فاكر كده اني زي الفل، والنتيجه اني كنت بخس مش بزيد في الحجم. بس اول ما بدات اهتم بالاكل بتاعي وعرفت ان المفروض اكل كميه معينه من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامين، بدات ازيد في الحجم واتطور مع مرور الوقت. فانا عايزك تعرف ان الاكل ده هو اللي هيبني جسمك، فلازم تعتمد عليه بشكل كبير وانت بتتمرن. رابع حاجه اتكلم عنها هي البالك فيز او فتره التضخيم. بتلاقي كل الناس في الفتره دي بياكلوا كل حاجه قدامهم، سواء كانت سكريات او دهون او كربوهيدرات، فبيزيدوا في الوزن بشكل كبير، بس معظم الزياده دي بتكون على هيئه دهون. فعلشان تبتدي الشريدد فيز او مرحله التنشيف تاخد وقت كبير جدا عشان تتخلص من الدهون دي. فانسب طريقه تعملها في فتره التضخيم انك تزود الكربوهيدرات بشكل معقول وبعد كده ترجع تقللها تاني، وبعد كده ترجع تزودها وهكذا، وبرضه تفضل مقلل الدهون والسكريات. فبالطريقه دي هتقدر تزيد بالحجم العضلي وفي نفس الوقت هتفضل محافظ على جسمك طول السنه. اخر نقطه هتكلم عنها هي تمارين المرونه وفائدتها للجسم. انا اول ما بدات اتمرن ما كنتش مهتم بالنوع ده من التمارين لغايه لما جات لي اصابه في كتفي الشمال، ولسه الاصابه دي تاثيرها موجود لغايه دلوقتي. فانا انصحك انك تعمل احماء كويس قبل ما تبدا تمرين علشان تفضل محافظ على المفاصل بتاعتك وتتجنب كل الاصابات. دول كانوا اهم 5 حاجات كنت عايزك تعرفهم قبل ما تبتدي تمرين. ولو لسه في حد شايف عنده حاجه فرقت معاه اول ما بدا تمرين يسيب رايه في الكومنتات تحت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو كنت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديده. كان معكم محمود العطار من فيت باي ساينس. سلام.